يلا نعمل أكلة سريعة كده ما تاخدش في ايدينا 5 دقايق على النار، وهتبقى جاهزة كده كلها على بعضها وبحشوات بسيطة جدا. هنعمل سندوتشات الشاورما بالفراخ اللي هي بتتباع بره غالية جدا، بس احنا هنعملها هنا بأقل التكاليف وبأقل حشوة كمان. هتطلع معاكي كده حلوة قوي ومليانة وبتبوظ وهتشبع جدا. بصوا الجمال. يلا بينا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله. في طاسة عندي على النار نزلت بمعلقتين زيت، ولازم اخليهم ياخدوا حرارة كويس جدا، ونزلت عليهم بمعلقتين بصل مفروم يكون ناعم جدا. ده انا كنت مفرزاه عندي في الفريزر، اخدت منه كده على قد معلقتين بالشكل ده. هسيبه يتشوح شوية لحد ما يدبل يبقى لونه اصفر كده بالشكل ده. هجيب الفراخ بتاعتي قطعتها، ده بانيه قطعته كده شاورما ونزلت بيه على البصل بالشكل ده. اهم حاجة النار تبقى عالية عندي علشان الفراخ بتاعتنا ما تنزلش مية، وهقلب فيها كده لحد ما تاخد صدمة ولونها يتغير. وخلي بالي جدا من الجناب علشان كله ياخد سوا واحد. وصلت معايا للدرجة دي مفيش مية خالص في الطاسة بتاعتي. هبدأ بقى انزل عليهم بالبهارات، هتبقى ملح، فلفل اسمر، زعتر، جنزبيل، وبهارات مشكلة او بهارات كبسة هاخد منها معلقة، وورق لوري، وكمان معايا مرقة فورية هنزل بيهم كده بالشكل ده. هتديكي الطعم بالظبط الشاورما اللي انتي بتاكليها بره. بس كده هفضل بقى اقلب فيهم كويس جدا بالشكل دوت. وهنزل كمان بمعلقة دبس رمان، دي بقى بتخلي بجد الطعم فظيع وبتدي كده مزازة حلوة قوي. وهنزل كمان بصويا صوص برضو على قد معلقة. بصوا اكيد الريحة واصله لكم، الريحة يا جماعة مش قادرة اقول لكم فظيعة قد ايه. وهفضل كده اقلب فيهم لحد ما يستووا كويس معايا والبهارات كده تاخد حقها، واقلب فيهم كده من كل الجناب عشان كله يبقى زي بعضه. وهتوصل معايا المرحلة دي عايزة تحطي كركم كمان حطي، هتبقى برضو حلوة جدا. بس احنا ايه هنحاول نعملها زي بتاعت بره كده بالظبط. هاخدها بقى كده على طبق علشان اضيع منها السخونية شوية. وجبت بقى العيش دوت، ده عيش الصاج او العيش السوري او عيش التورتيلا او سندوتشات الشاورما، حلو جدا. ده الكيس منه حوالي كده ب15 جنيه او ب13 جنيه على حسب ما الناس بتبيعه. في كمية حلوة جدا وكمية محترمة تكفيكي وزيادة كمان ل3 مرات كده تعملي. بصوا انا هنزل كده بالحشوة بتاعتي في النص، هاخد اعملها كده بالطول بالشكل ده. لو عايزة تحطي تومية كمان حطي، هتبقى برضو حلوة جدا. لو عايزة كمان تحطي كاتشب جوه حطي، انا حطيت كده بس، يعني ده اختياري بالنسبة لك. وحطيت البطاطس، قليت البطاطس وحمرتها كويس جدا. واخدت الجبنة الموتزاريلا ونزلت بيها كده في الساندوتش. وهبدأ بقى اقفل كده من الجناب والفه كده بالشكل ده. اسحب ايدي كده، خلي بالي كده من الجناب انه يبقى مقفول كويس جدا علشان الحشوة ما تطلعش بره ويتحرق معايا. هنعمل واحد كمان، هنزل كده بالحشوة في النص، ده من غير فلفل خالص علشان الاولاد. وهنزل كمان بالبطاطس، وهنزل كده بالجبنة الموتزاريلا. ومش هحط طماطم عشان اللي هي الشاورما الدجاج دي بتتعمل من غير طماطم. في ناس تانية بتحبها وانا عملتها قبل كده في القناة، لو حابة برضو تشوفيها برضو تحفة بجد، كان طعمها جميل. بصوا هلفها كده بالشكل ده واضغط عليها كده عشان تتحكم كويس جدا معايا.
بس كده خلصت الكمية اللي عندي. جبت بقى صاج الفرن بتاعي، او عايزة تعمليها على الجريل بتاعك او على الشواية هتبقى حلوة جدا. سخنت الصاج كويس جدا واديته كده دهنة زيت بالفرشة، دهنة بسيطة جدا يعني لا تذكر. وبعدين على نار متوسطة، خلي بالك اتحرق منك، لازم تبقى على نار متوسطة علشان ما يتحرقش يبقى شكله وحش. وهفضل كده اقلب فيه لحد ما ياخد لون حلو معايا من كل الجناب. انا هنا مولعة ال2 عين بوتاجاز. بصوا هفضل اقلب كده لحد ما ياخد لون حلو كويس جدا، او عشان كمان الجبنة تسيح من جوه. هو كده كده المفروض الحشوة كلها مستوية، احنا كنا مجهزينها، فعلشان بقى الجبنة تسيح والكل يمسك في بعض اديله حقه كده على النار وخلي بالي منه. بصوا الجمال، لونه حلو ازاي. ده اللي انا عملته للاولاد، كان من غير فلفل. بصوا هفتحه لكم كده من جوه، هتخلصي منه يعني اكبر كمية في اقل وقت، بجد تحفة. بصوا الجبنة ساحت اهي جوه، تحفة يا جماعة بجد، جربوه حلو جدا، ريحته رهيبة. ده كان شكله من جوه. وعملت بقى كمان طبق علشان يبقى بالفلفل، الاولاد مش هيقدروا ياكلوه، فانا عملت كمية كده وكمية كده وطلع معايا بالشكل دوت. ولفيته برضو بنفس الطريقة، جربوه بقى بجد هيعجبكم جدا. وبس كده، دي كانت وصفتي النهارده، يا رب تعجبكم. ما تنسونيش بقى في الاشتراك وفي اللايك، وتقولوا لي كده في التعليقات ايه رأيكم في الوصفة وعملتوها ازاي وطلعت معاكم ازاي. بس كده حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.